الو. الو، السلام عليكم. اهلا 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 سي مروان، لاباس؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بك، راك على المباشر، راك معنا على المباشر. مرحبا بك في القناة. مرحبا سي مروان، وتحيه لك وتحيه للاخوه المستمعين والمتتبعين والمتبعات ديال القناه ديالكم المحترمه سي مروان. الله يحفظك. كنتفاجئ دابا، قلت لهم راه حميد غادي يكون معنا، اللي عنده اسئله يتفضل. هذه فرصه باش انا نجمع الاسئله زعما ونطرحهم عليك. فاذا بيا تنتفاجئ بالتعاليق كل اللي تتكتب، كلنا حميد، كل التضامن مع حميد. يعني الاسئله ديالهم هي كل شيء تيقول لك كل التضامن معك. مرحبا وشكرا بزاف سي مروان ليك والاخوه المتضامنات والمتضامنين، شكرا لكم والله يكرمكم. وتا انا من هذا المنبر تنتضامن معك، ولكن بما انني انا يا صاحب القناه، وشكرا على قبول الدعوه، فبغيت نطرح اسئله ولبست انا جلباب مخالف. مرحبا سي مروان، تفضل خذ راحتك. الله يحفظك يا حميد. اول حاجه، الناس قبيله سولوني واش هاد الظروف اللي كتعيشها، حنا غير قبل ما ندخلوا في الموضوع ديالك، واش اثر في العائله ديالك، واش كيعيشوا معك هاد الضغط هذا، ولا كتحاول تخلي الزوجه والابناء ديالك بعاد على هاد الشيء؟ واش حتى هما متابعين الملف صغيره كبيره ديالو، ولا مخليهم انت بعاد على هاد الشيء؟ طبعا سي مروان، ما يمكنلكش يعني واخا تعيا تخبع ولا تخزن، انت كتعيش وسط هاد الاسره، بمعنى حاجه ما كتخزن اليوم وكيتالموا مساكن كيحسوا بها. بحال دابا نعطيك مثال، شوف على فكره قلتي مع كامل الاسف، دابا ولدي وبنتي ما قراوش اليوم، والله ما قراو، ودائما ولادي من تيكون عندي جلسه محاكمه هما كاطفال ما البنيه ما كتمرض ليا وما كتبقاش تبغي تمشي، وخوها كيفهم. دابا تصور اليوم مشاو بجوج، انا سولت ماماهم منين فقنا الصباح، قلت لها ما السلافه ما، قالت لي حميد دائما. فهمتي الفكره؟ انا عارف دائما السلافه ما كتمشيش بعدا، ولكن لاول مره حتى يوسف، قلت له يوسف، قالت لي راه تاثر بختو. مثلا هما الاولاد ما كيقراوش دائما، بحال اليوم ما قراوش، انا كنهضر تحت رقابه يعني المدرسه اللي كيقريو. الوسط خلاص، الوالد قبيله مسكين بحال كنعيط له، الوالد هذه الاسره المغربيه، وهذا راه بنادم راه لحمك منك، راه ما يمكنش يعني. واخا كتبغي انت تخلق جاوت، واخا كتبغي تبين لهم راه الدنيا هانيه وكندير مجهود جبار، ولكن الاسره تتاثر بهذا الشيء وكتعيش واحد العذاب نفسي، لا الاسره الصغيره ولا الاسره الكبيره، الزوجه لا الوليدات لا الخوت لا الوالدين لا النساب لا، يعني هذه واحد الالام زعما. صحيح، صحيح حميد. هذه الكلمة اللي قلتيها ديال الأسرة المغربية، الأسرة المغربية كتعيش معاك داك المشكل. شفنا حتى في القضية ديال رضا الطوجني، كان الأخ ديالو تواصل معاك وكنا شفناه بدا كيبكي ومتأثر. يعني الأسرة المغربية كيعيشوا معاك، وهذا الشيء بعد الخطرات ملي كيكونوا داخلين الأطفال كيوليو هما الضحية اللي كيقدروا. دابا مثلا بحال الوليدات ديالك، الله يخليهم ويحفظهم لك اخويا حميد، مساكن راه غيتاثروا بهذا الشيء، وما نبغيوش ان يكون هذا الشيء يخليهم ياخذوا واحد النظره على هذا الشيء انت اللي كتعيش، ويكون خايب. وان شاء الله تنصف انت وتبان البراءه ديالك اللي كتقاتل عليها، ولو بعدا تبينها للناس اعلاميا. دابا بغيت نسولك حميد، كاين البعض تيقول ان عبد اللطيف وهبي، الوزير عبد اللطيف وهبي، من حقه يمشي للقضاء الى الى شاف راسو تظلم. واش حنايا عارفين كصحفي راه ماشي ناقشتي غير ملف واحد، راك ناقشتي عده ملفات، وطبعا الصحفي كيكونوا عنده مصادر ديالو كيمدوه بادله اللي كتكون غير قابله للنشر، ماشي كلشي كيكون كيتنشر، وانت طبعا ملي كتمشي بالوثائق عندك ادله. واش كتحس براسك في هذه المحاكمه هذه تضحضات هذيك الادله ديالك، ولا لحد هذه الساعه هذه باقي ما ترد على حتى شي دليل من الادله اللي عندك؟ لا لا، ما كاين حتى شي دليل مره كاع. شوف، لحد الساعه المحاكمه ديالي ما يعني اولا الاجراءات الجنائيه اللي دارت ما كانتش كلها كتخدم في اتجاه، ما نقولوش البراءه، على الاقل الحقيقه والانصاف. شوف، هو الاجراءات هي اللي كتحدد السير ولا التوجه ديال كل محامي من الاول. نعطيك مثال، دابا الا بغى شي سلطه توصل للحقيقه، كدير لك الشهود، كدير البحث القضائي، كتحرك، كتحس بلان كيقلب على الحقيقه. انا من النهار الاول السلطه الفرقه الوطنيه كانت امام شكايه وزير العدل، وعندها تصريحات ديال الفيديوهات ديالي في الحديث على عدم اداء رسوم قضائيه، عدم اداء ضرائب للسياره. هذا الشيء كيتطلب تحرك ديال الشرطه، تبحث وتجمع الادله وفق الماده 18 من القانون المصالحه الجنائيه. خصها تمشي للبنكه اللي فيها اسم ديال الشيك وتسول على الشيك، وخاصها تمشي للمحكمه بلاصه التحصيل ديال الرسوم القضائيه وتاخذ قرار. واش هاد السيد خلص منين كتدير هاد العمليه الشرطه القضائيه كتحيل على الوكيل الملك، عاد كيشوف ذاك البحث المجرى النتيجه ديالو
وتيدير واحد المطابقه مع التصريحات ديالي، وعاد كيدير الوصف القانوني الواقع، واش بث وتوزيع وقع كاذبه، واش دابا حنا الوكيل المالي والشرطه ما داروش هذه الخدمه، او لا داروا حنا ما ساكنش الاخبار، هذا نقاش اخر. ولكن في البحث ما عندناش انها هي النتيجه مخلصه ما مخلصه، ما كاين والو. كاينه غير الشكايه ديال الوزير، وكاينه محضر استماع عليا، وكاينه وكيل مالك حارك على محكمه، وكاينه محكمه كتجي تعيط لك. داك البحث اللي كدير الشرطه تمشي تحرى وتاكد من تثبت وقوع الجرائم او تجمع الادله بوفق الامكانات اللي عندها، ما دارتهاش الشرطه القضائيه. اذا المير في واحد الحلقه مفقوده اللي هو البحث. فهمتي الفكره؟ صحيح. يعني ما كايناش بحث في انت دابا راك ما كايناش بحث. دونك دابا انا احاكم بدون مرحله بحث قضائي. دونك شنو غيبقى لك هنا؟ كيبقى بالك كيفاش غتجبد هذه البراءه؟ اما عندهم وثائق، والوثائق ما فيها طعن بالزور، ما كيكذبها حتى واحد. فهمتي الفكره؟ دونك شحال نقول لك مع كامل الاسف يعني كيف قلتي الوثائق اللي كتكون كيف قلتي كيقدر يتطعن فيها باش كتبان انها زعما ماشي اثباتات ماشي ادله. انت هي الوثائق ديالك بحال ولكن كنتمناو الجلسات باقي، الملف باقي، ان شاء الله تبان البراءه ديالك، لان باقي ما سالاوش المراحل ديال التقاضي حميد. عندي واحد السؤال، كنشوفوك دائما في التصريحات ديالك تتركز على واحد النقطه ديال الحضور ديال وزير العدل، خاصو يحضر. علاش انت كتعرف انه هو ماشي مجبر باش يجي، ولكن علاش انت كتركز على هذه النقطه هذه؟ تقدر توضح لنا اكثر باش يفهموا الناس علاش؟ تقدر تعاود لي عافاك؟ انا نوضح لك. كنشوفوا دائما فيما كتكون شي جلسه كتكون كتعطي تصريح تتقول لنا ان وزير العدل عبد اللطيف وهبي راه ما حضرش، ما جاش، وحنا والدفاع كنطالبوا بانه يجي يحضر المواجهه. هو ماشي مجبر قانونيا، من حقه مثلا غير الدفاع ديالو اللي يكون حاضر. بغينا نعرفوا علاش حميد المهداوي مصر دائما كيكرر هذه النقطه هذه ديال خاص وزير العدل يجي. لا، علاش يجي؟ العدد من الاعتبارات. اولا كاين واحد المبدا شهير في المحاكمات العدل، هو مبدا التواجهيه. هذا الرجل يدعي اشياء وانا ادعي اشياء، اذا باش تسجل الحقيقه كامله خصني نواجهو. انا لا واجهته غنجبد منه البراءه ديالي. كاين امور بزاف غنسولو على الطوموبيل، غادي نواجهو الشباب. نعطيك مثال، الا جا قدامي غنجبد له انا غير المقال ديال البرلمان .com وديال صداع، كاين شي 5 المواقع نشر الشيء. كنقول له اش كتقول في هذا الشيء؟ اش كتقول في هذه الصفحات؟ غنقول له مثلا نعطيك مثال، علاش ما كذبتيش؟ علاش ما درتيش بلاغات حقيقه في هذه المواقع نشر هذا الخبر عليك في 2018؟ علاش سكتي؟ هذه ما عمرنا ما تناولناش، كل اللي غيهضر فيها ما غيفهمش شي واحد. غنقول له مثلا هذا الصوت ديال من تحتيه واش ديالك ماشي ديالك؟ دابا نعطيك مثال، اسمح لي، هذا الصوت مادام البوليس ما قدرش يسولو، مادام وكيل الملك ما بغاش يسولو، وهذه الوثيقه ضمن وثائق الملف ديال انني انا نشرت واحد التسجيل منسوب ليه من تحتها، هو الوكيل الملك تيقول واقع كاذبه، البوليس ما دارش بحث، وكيل الملك ما دارش بحث، اذا بقات الحقيقه مفقوده. احنا دابا محتاج من وسط المحكمه يقول لنا صوتي ماشي صوتي، يكذب ما يكذبش. لهذا الاستدعاء ديالو المواجهه ديالو مهمه من الاستدعاء حقا، الاستدعاء ديالو عادي. في المحاكمات العالميه كاين مبدا ديال المتهم كيواجه الشهود، كيواجه الخبره، صاحب الخبره العلميه كيعيط له. وتستجيب المحاكم في ميريكان وفي عاد كنجي كنقول لك درتي خبره، من حقك انت في الخبره. وفي محكمات قديميزيك تم استدعاء ضباط الشرطه القضائيه اللي حروا المحاضر، وجا الطبيب وجاو عباد الله. في فرنسا جا رؤساء الدول في فرنسا بعضهم متهمين وحضر داخل المحكمه رئيس الدوله. في المغرب حضر عندنا مولاي هشام متابع صفته كمشتكي، جا مولاي هشام اللي هو حفيد الملك محمد الخامس وحضر المحاكمه. هذا وهبي راه ماشي من الاسره العلويه، ولكن مولاي هشام من الاسره العلويه، يختلف مع الانسان ولا يتفق معه، ولكن اللي كيبقى فرد من الاسره العلويه وجاء الى المحكمه واستجاب. هذه العمليه ديال حضور المشتكي ماشي طرف ولا عبث، هي جزء اساسي في اطار البحث على الحقيقه والاستجلاء ديالها. لان من غير يجي وهبي انا كمتهم من حقي نبحث على البراءه ديالي عن طريقه، وهو من حقه يبحث على الادانه. ملي كيجي المحامي ديالو كيبدا يسولني عما يبحث على الادانه، وانا ابحث على البراءه. هي حلبه، هي معركه. اليوم العلاقه مختله، ميزان القوى مختل، كنسمعوا غير طرف واحد هو انا، بينما انا براءتي غنجيبها من اسئلته. السؤال اللي خصك تطرح جوج الحوايج: لماذا لم يستجيب وزير العدل؟ لماذا لم يجيب الحضور ديالو؟ واش هو غير منتج في القضيه؟ واش هو فوق القانون؟ واش القضاء المغربي ديالنا حنايا مازال ما وصلش لمستوى استدعاء الوزراء؟
حنا في تاريخ المغرب ما عمرنا ما هذا المطلب ديال استدعاء الوزراء سمعنا في جميع المحاكمات السياسيه كنسمعوا استدعاء الوزراء والمسؤولين، ولكن لا اذكر شي مره في حياتي تم تفاعل مع شي مطلب هنا. سؤال: اذا من يسيء القضاء ومن يبخس مجهول القضاء ومن يتعالى على القضاء؟ حنا دائما كنسمعوا هذه العباره: ننتقوا بلادنا نبخسوا بلادنا. لا، اللي هو وطني واللي كيامن بمسار بلادو واللي باغي صوره زوينه لبلادو خاصو يحضر باش يعطي صوره زوينه على بلادو. بالعكس، لان المتضرر الاكبر من هذا الشيء ماشي حامد المدى هو القضاء، لان كاين البعض يقول لك القضاء عاجز يستدعي وزير. اذا السلطه التنفيذيه فوق السلطه القضائيه، كل واحد واش يستنتج. حنا ما كنقولوش هذا الشيء. اذا خصو يجي اولا تكريما للقضاء ماشي ليا، ثانيا للمساعده العداله وتحقيق العداله، رابعا باش نسفوا هذه الفكره ديال انه حكومه تغول وان اليوم انا كنتكلم بنداء القضاء دائما. مشيت عند البوليس الفرقه الوطنيه، جيت عند المحكمه ما تخلفت على جلسه. وعلاش حنا فقط اللي كنتفاعلوا مع القضاء وكنتواصلوا مع القضاء؟ علاش هما كيتعاونوا؟ هما كيصيفطوا غير ورقيات شي ماشي كاين ما تشوفوش كاع. انا السؤال: خاص القضاء يدافع على راسو، القضاء خاصو يدافع على حرمته، القضاء فهمت الفكره؟ جميل حميد، هذه شجاعه منك، وكيف قلتي انك تحترم الجلسات، كتمشي كتخرج كتعطي، كنشوفوا حتى كيفاش كتعطي التصريح، تتكلم، تتعطي الصحافه حقها. بغيت نسولك، ما تتحسش بواحد النوع من الحقره؟ ملي كنقول الحقره هنا ما تنقصدش ان القاضي ولا لا الفرقه الوطنيه من عند وزير. ما كتحسش راسك دابا بحال قدام واحد الجهه اللي كتحس بقوه ديالها فاش كتكون داخل المحكمه؟ كي كتحس بالمعامله، واش كمواطن عادي يعني راه كيتعاملوا بملف عادي، ولا كتحس بواحد القوه بحقره؟ لاننا حنا تنتكلموا على بحقره، يعني حنا تنتكلموا على وزير العدل. كتحس بهذا الشيء انت يعني رجل قاري القانون كتفهم؟ طبعا شوف، باش نكون معك واضح، بالنسبه للقاضي الحدود هو قاضي كيعاملك بحال المواطنين. يعني ملي كتوقف قدام بالاخص هذه المحكمه الاستئنافيه اكثر من المحكمه الابتدائيه، عاوتاني التجربه كتلعب دور. الاستاذ السعداوي عنده تجربه اداره الحلقه، ماشي هو القاضي الاخر، ماشي من حيث الاخلاق، لا ما عنديش حق نقول شكون اللي احسن، ولكن مني واقع الحال القاضي الابتدائي ما معروفش جديد وصغير اما السعداوي هذا رجل قديم في المحاكم وعاش مع الصحافه، حكم على 20 كاع القضايا الكبرى في الصحافه في الدار البيضاء حكم عليها. هذا السعداوي اللي اذا عنده تجربه يعطيك خاطرك السلم الهداوي، الاحترام، الاداب، النقاش كذا. ولكن هل يمكن ان يذهب ابعد من هذا؟ لان المهم مره هو يعني القرارات اللي ممكن تتخذ من فعل هذا. فهمتي الفكره؟ مثلا هو عنده المحكمه من حقها دير بحث تكميلي في القانون. عندنا ماده واضحه ان لم تخن الذاكره وقيل الماده 362 في قانون المسترجع. الا ما خانتنيش الذاكره، اي محكمه ملي كتكون كتبت في واحد الملف معين ولقات بان كاين شي غموض ولا لبس باقي في واحد الملف ما واضحاش عندها الصوره، اش كدير المحكمه؟ احد المستشارين اللي معها في مثلا كيكون معها هي لقيتها، شوف سبحان الله قدامي الماده 362: اذا كانت القضيه غير جاهزه للحكم امرت المحكمه بتاجيلها لمتابعه دراستها بجلسه اخرى يحدد تاريخها، ولا يجوز تاجيل النظر في القضيه دون مبرر جدي مقبول. ولكن اسمع الفقره هذه اللي زوينه الثاني كيقول لك: يمكن للمحكمه ان تامر باجراء تحقيق تكميلي، وفي هذه الحاله تعين احد اعضائها القيام بالتحقيق وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الاول. يمكن للمحكمه ان تامر باجراء تحقيق تكميلي، الماده 362 في قانون المسترجع الجنائي. يمكن للمحكمه ان تامر باجراء تحقيق تكميلي. اليوم هذه المحاكمه امام السعداوي عندها ما عندها جوج المسارات لا ثالث لهما. يا اما غادي يبدا يتصنت لنا في الدفعات وغيبان له بان كاين التقادم، لان القانون اللي خصو يطبق هو قانون الصحافه والنشر، لان كل الشروط وكل العناصر كتبين بانني خصني نتابع قانون الصحافه. اي متابعه في اطار غير قانون الصحافه هو تعسف وهو حكم مسبق وهي ادانه مسبقه. هذه محسوبه عندي انا، اي متابعه خارج قانون الصحافه هي ادانه. علاش؟ لان القانون ديال الصحافه يسعفني، لان بطاقه الصحافه اللي بحوزتي تسعفني، لان الوقائع الماديه بحال مثلا متابعه السلفي ابو النعيم ماشي صحافي، ابو النعيم سلفي الله يرحمه. صحيح. وقبيله عطيت حتى المثال بسمهان مغور، نائبه البرلمان. سمهان المغور برلمانيه. اذا حنا مشكلتنا في المغرب اليوم واللي حنا من جمله المشاكل اللي عندنا في المملكه المغربيه في القضاء شنو هو؟ ما عندناش سياسه قضائيه واضحه، ما عندناش سياسه جنائيه واضحه، ما عندنا. نعطيك مثال: نقدر نتابع المهداوي صحفي في تيك توك بقانون الصحافه، ونقدر نتابع مواطن بقانون الصحافه، ونتابع صحفي بقانون الجنائي، ونتابع
ما عندنا حتى منطق. عندنا ناس مشاو بتدوينات قانون الصحافه، وعندنا تدوينات مشاو بالقانون الجنائي. عندنا صحفيين وتدويناتهم مشاو بالقانون الجنائي، وعندنا سلفي وعندنا صحفي. عندنا داك الشيء ما عندناش الوضوح، كاينه المزاجيه في هذا جزء من اذا اليوم المحكمه المقارنه اللي كنراهنوا عليه مع الاستاذ السعداوي، ونتمناو الاستاذ السعداوي يعني في هذا الاتجاه، هو انه خصو الامر باجراء تحقيق تكميلي. خصو هو يدير تحقيق تكميلي. احد المستشارين ديالو يحقق. فاش يحقق؟ فوقاش كيكون المحكمه كدير تحقيق تكميلي؟ اللحظه اللي كتكون الواقع قدامها بانت فيها لبس غامضه، بحال دابا كاينه لبس، لان كاين وثائق ديالي والنيابه العامه دارت خدمتها مع كامل الاسف. والمؤسف هو النيابه العامه. ما كانش بحال دابا قبيله النيابه العامه شنو قال الوكيل العام؟ تيقول حنا جاهزين. هو ما دايرش البحث، باش جاهز اش غيقول؟ هو ما دايرش بحث قضائي، فهمتي؟ دابا النيابه العامه ما امرتش باجراء بحث في ذوك الوثائق، لانه ما عندناش شي وثيقه على ان السلطات مشات للرسوم القضائيه، مشات لصندوق المحكمه. ما عندناش شي وثيقه ان السلطه مشات للبنكه. ما عندناش السلطه القضائيه دارت شي خبره على ذاك من تحتها. ما عندناش البوليس دار شي محضر للمصرحين بحال محمد اوزين. عندنا مصرحين، عندنا شهود، ما كاين لا استماع الشهود، ما كاين لا استماع المصرحين، ما كاين لا خبره على الصوت، ما كاين لا شي وثيقه جايه من البنكه، ما كاين لا وثيقه جايه من المحكمه. كيدير هذه المحاكمه. واش فهمتي الصوره ولا باقي؟ وي فهمت. اذا علاش كنقولوا، علاش كيبان لك توجه نحو الادانه؟ ما كاينش توجه نحو البحث عن الحقيقه. ملي حيت الاجراءات هي اللي كتبين في غادي الملف، واش الادانه ولا البراءه والانصاف. من خلال الاجراءات كيكون باين في غادي الملف. انا ما كنسيرش الظلم شي واحد، ولكن عمليا بشكل موضوعي بغض النظر على نيه القاضي واراده القاضي، الملف دابا انا ناقشوا فيه الادانه، حيت ما كايناش البحث القضائي اللي غيعاون المتهم. وحنا كنقولوا المسطره القانون الاستراتيجي هو قانون المتهم، وكنقولوا الشكل يفسر لفائده المتهم في الماده الاولى. من حيث القوانين في المغرب كلها زوينه، بقاو متهم، ولكن ملي كيجي الواقع والمحاكمه والتعليل مع كامل الاسف كتقدر تكون تتهضر على مروان، وانت تقنع المحكمه بان مروان راه كاين في المانيا وهو الدار البيضاء، ولكن في التعليل يقدر يجي يهضر لك مثلا، في التعليل يقدر يهضر لك مثلا على ناديه، وحيث ان ناديه توجد في بلاصه فلانيه، وانت قدام المحكمه كاع ما ناقشتي ناديه، كنتي كتناقش مروان. فهمتيني؟ هذا من المشاكل اللي وقعت لي. انا كنت كناقش مع المحكمه الرسوم القضائيه هكذا وكذا، ملي قنعت المحكمه لقيتها في التعليل مشات لي بلاصه اخرى، ما عمرني ناقشتها مع الرئيس ولقيتها في التعليل. فهمتيني؟ صحيح. كنتمنى حميد، يعني كيف قلت لك قبيله، المراحل مازال انت كتشوف من الجانب ديالك انه بحال هذا الشيء ماشي للادانه. انا طبعا ما نعلقش على النيابه العامه، لان النيابه العامه راه غتبقى دائما حميد، سواء دارت هاد الابحاث اللي قلتي او ما دارتهمش، هي راه كتبقى دائما ضدك. ولكن اسمح لي يا مروان، ماشي القاضي، لا غير باش توضح هذه الفكره. لا ربما فهمتي، ولكن نزيد نوضحها. راه ماشي انا عندي علم ولا القاضي دابا عنده قرار جاهز غيديني، لا ماشي هذا هو المقصود. ماشي هذا هو المقصود. ولكن واقع الحال القاضي الا بغى الحقيقه خصو يدير اجراء. باش القاضي لا يحكم بعلمه، القاضي يحكم بما كاين قاعده كيقول القاضي لا يحكم بعلمه، القاضي يحكم بما رجع امامه وبما بين يديه. هذه الفكره، القاضي يحكم بما بين يديه، وما بين يدي القاضي اليوم شنو هو؟ الشكايه ديال الوهبي والتصريحات ديالو، فيديوهات ديالو، ولكن ليس بين يديه بحث ديال التصريح ديال اوزيل، ليس بين يديه شي وثيقه خارجه من البنك العربي اللي خرج منها الشيك، ليس بين يديه مثلا شي وثيقه من عند المحصل ديال الرسوم في المحكمه، ليس بين يديه مثلا ما عندوش بين يديه ما بين يديه لا يسعفه استجلاء الحقيقه. فهمتي الفكره؟ ما عدا امر بحث تكميلي. كنتمناو لان الامور خويا حميد، غير بعض التعاليق تيقولوا لي حميد كيناديك بالسي مروان، انت كتقول لي حميد. فالخوت انا راه لا معليش كنعتذر انا المتابعين، الجمهور ديالك راه كيعزوني اكثر منك. وراه انا تنحترمهم. التعليق غنقول لهم السي حميد وكنحسبو اخ وصحفي وكنعزو بزاف. ومره اخرى تنجدد التضامن ديالي معك، غير هو بغينا هذه الفرصه، انت يا اول مره تكون ضيف عندنا، يعني ناخذوا منك اكثر ديال المعلومات. كنتمناو ان القاضي كيف قلتي هو تيحكم بداك الشيء اللي عنده بين يديه، بما بين يديه. ولكن ما نساوش ان دابا انت القضيه ديال قضيه راي عام، وما كنظنش ان القضاة ما كيكونوش كيشوفوا هذا الضغط اللي كاين. وحتى انت بما انك صحفي راه ما يكونوش كيشوفوا التصريحات ديالك، الادله اللي لانه هذا ملف كبير ماشي ملف داخل المحكمه. فالقاضي كذلك تتكون عنده واحد القناعه اللي كنتمناو تكون في الصالح ديالك، وتكون البراءه ديالك، وتكون في الصالح ديال المغاربه كاملين. علاش؟ لان هنا تنشوفوا ان الشيء كامل مربوط بحريه التعبير.
فاليوم الى ضغطنا وسجلنا حميد، فحنا هنا راه كنسجنوا بزاف ديال الناس وكنقمعوا حريه التعبير، والا نصفنا حميد فراه كنصفوا المغاربه كاملين. كيف كنتي قلتي لهم في واحد التصريح، قلتي لهم هذه قضيه اليوم ماشي قضيه ديال حميد بوحده، وانما ديال المغاربه كاملين. اذا انايا بغيت نقول لك السي حميد، هاد النقطه ديال دابا تكلمنا على الضغط الاعلامي. تنشوفوا دابا كاين واحد المجموعه كبيره ديال الناس، حنا ما بغيناش نتكلموا على الهجمه اللي كتعرض عليها، ولكن انت كصحفي وعندك قناه موقع كتخرج للزنقه، كيف كتشوف هاد الناس؟ واش هاد الحمله هذه كتشوف هذا الضغط من خلال القراءه ديالك للتعليقات، ولا كتشوف ان الناس معاك ومتضامنين معاك وفاهمين هذا الملف هذا؟ تضامن منقطع النظير. ما عمري شفت انا بزاف اخويا بزاف. والجميل اليوم، الجميل وهذه اللي بغيت الجمهور ديالك يسمعها، اصبح عندنا واحد الوعي شعبي، وواحد الوعي صامت. تاريخيا كان الوعي حكر على النخبه، وكان الشعب متفرج وكتحس به كيسوق. اليوم ولا المبادره عند الشعب، كتلقى دابا الشعب كامل فاهم ومتبني القضيه، وكنلقى التعاليق، وبالعكس كتلقى جزء من النخبه متفرج او لا خائف او لا. وهذا هو علاش لماذا نحن جزء من الخلفيه المحاربه ديالنا هو انني انا الى جانب مواقع اخرى وبينها القناه ديالكم محترمه، قدرنا نشكلوا واحد الوعي مغربي، وعي شعبي. واحد المغاربه كانوا مقصيين تاريخيا وبعيد عليهم المعلومه وما كيشاركوش، وبحال اللي كانوا سلبيين. اليوم حنا هاد الناس يعني دمجناهم في الحياه السياسيه، ولاو كيعرفوا الوزراء، كيعرفوا المسؤولين، كيعرفوا مصلحتهم، كيعرفوا حياتهم، كيعرفوا ماذا يجري في البلاد. واخا تكوينهم الاكاديمي على قد الحال، واخا تكوين شواهدهم العلميه على قد الحال، ولكن عندهم وعي سياسي متقي، ولاو عارفه شنو الواقع، ما عندك ما تكذب عليهم. ولهذا واخا كدار حملات التشهير، واخا كدار حملات التضليل، كتلقى الناس فاهمين ويتصدون، سواء الدواب الالكتروني، سواء المواقع اللي احترفت التشهير، سواء. وهذا امر جيد جدا جدا، علما ان هذا الامر في صالح البلاد يا صاحبي. دابا الناس كاين واحد الجزء في الدوله ولا في السلطه ولا ما عرفت فين هو، مازال ما بغاش يوعى هذه العمليه انه في صالح البلاد وفي صالح التنميه المغاربه يتشاركوا في الحياه السياسيه، ويوليو كيفهموا، ويوليو كيسهل عليك. واش انت كتجيب واحد الصفابور صحفي يقول المغاربه شكون هما الوزراء، شكون رؤساء المجالس، شنو هو القانون، شنو هو كذا، وهذا الشيء راه كتخسر عليه الدول في اوروبا، انت والفلوس باش تكون المواطنين وتحارب عندهم. انت كدير هذه المهمه فابور للدوله، فابور، وكديرها في اطار الاعتدال وفي اطار الخطوط المسموحه، وما كتجاوز الخطوط الحمراء. ومع ذلك كاين اللي كيتضايق منك، وكاين اللي معصب منك، وكاين اللي ما. انا اليوم كنقرا واحد البلاغ عدابه دارته من دبليه السجون، وتصور صاحبي راي عادي ديال صحفي كنقول في خروج ديال الزفزافي رايي فيه، وتصور الطريقه باش ردت اداره السجون، الطريقه ما بغيتش نقول لك ماشي ديال هذاك الرد. كتقول لي احد السجين السابق زعما راه سبه وهي عندها من جمله المهام ديالها انسانه السجون، ومن جمله ديالها عندها اعاده ادماج السجناء. والاخطر رئيس السجون اللي هو التامك هو سجين سابق، هو كيعاير راسو دابا صحاب ولا قال لي السجين السابق زعما تقلقني. فهمتي الفكره؟ هو براسو التامك سجين سابق، صح. هو كيعاير راسو. واش فهمتي الفكره؟ علاش ماشي هو اللي كاتب داك الشيء؟ زاد دابا عز عندي الشكوك، حيت ما يمكنش هو يعاير راسو. زاد عز عندي بعض الشكوك اللي انا ما بغيتش نشك فيها. واش انت دابا التامك لو كان هو مدوز الحبس يعاير راسو؟ ما يمكنش. اذا هذه، وانا شحال هضرت على السجون من نهار اللي خرجت ما كيديروا لا بلاغ. لماذا دابا؟ علاش قلت لك دابا انا مستهدف؟ شحال هذه كنهضر وهضرت في الحبس وتجري وانت ما كيخرجوا بلاغات، وبالعكس كنت منصف معاهم. كنهضر السجون نقص فيها العنف، السجون نقص فيها الحشيش، ما عمري ما تجنيت. بالعكس عطيت صوره ورديه على الموظفين السجون مساكن كيعانيوا. صالحت المغاربه مع السجان كانت صوره سلبيه على السجان. كانوا الناس السجان هو المعذب هو كذا. قلت لهم لا، راه مساكن ولاد الشعب موظفين وكيواجهوا الضغوطات، وراه ازمه السجون ازمه ديال النيابه عامه، وازمه ديال الحكومه، وازمه وزاره الصحه، وازمه الاسر، ماشي ازمه ديال السجان. تاريخيا الحبس كان كيهز المشكل ديالو عاد. وتصور انا صحفي صالحت صوره المغاربه، زينت لهم صورته مع السجان. هذه قضيه خاص اداره السجون تشكرني. اليوم خارجه بلاغ زعما راه كتسالي واش كنفهم في العلاقه بداك الشيء اللي صالحت انا، وفي العلاقه ديال التامك حتى هو كان سجان. اذا هذا البلاغ ماشي ديالو. صحيح لان ما يمكنش السجين يعاير راسو، ما يمكنش هو التامك يعاير راسو. هو براسو كان سجين. ودابا السؤال غنقول لك، واش كاين شي دوله السجان زعما معيوره؟ دابا تصور اداره السجون عندها عنوان ديال اعاده الادماج، وعندها انسانه السجون، وكاينه المقاربه والنازل، وتولي تعاير المغاربه الحباس. اش كيقول سير الحباس؟ يقول المواطن ما قاريش. وتصور تقول الاداره ديال الدوله
الاداره اللي المفروض فيها الحكامه، اللي المفروض فيها يكون خطاب حقوقي، خطاب انساني كينسجم مسار الدوله. وحنا اليوم كنترأسوا بعض. وتصور ملي تولي عندك اداره كتضرب شي العنف اللي ولا في البلاد، شكون اللي دخل هذا العنف للمؤسسات ديال الدوله ماشي المواطنين. ملي ولات الادارات المفروض فيها تخاطب الناس بخطاب حقوقي، كتعامل بحال حشيه الهضره. فحاول تفهم هذه المعادله العقليه اللي كيسير. ماشي ما بغيتش نقول عباره حشومه. دابا حنا المواطنين ونعطيو الدروس للمسؤولين ديال الادارات. فهمتي الفكره؟ مع كامل الاسف سقط رغم ان مازال ما قريتش هذا البلاغ، ولكن غير انك تقول لنا مكتوبه فيه ان السجين السابق فهي سقطه المتشنجه. وانت واحد راه قال عليهم انه رئيس معقل كينعس مع السجين. علاش ما داروا حتى حاجه؟ ومحامي كينعس مع السجينه وكيدير ليالي المجينه والمدير وما داروا والو. ايوا هذا هو تبان. ما انا صحفي، انا بالعكس عطيت رايي. سيدي قد اصيب وقد اخطئ. وثانيا علاش كاين ازمه التواصل بيناتنا؟ علاش غنبقاو عباله مالنا توتر وداك الشيء ديال العنف وطلع للجبال وحنايا كاين واحد التصعيد خاوي مجاني. فهمتيني؟ لا يليق بلادنا مع كامل الاسف. صحيح. شكرا لك حميد. قلتي لي ان عندك سميتو. شوف ما كرهناش، عرفت جمهورك الكريم. الله يكبر بك. انا ما كرهتش يكون واحد الحوار، مازال كاينين اسئله، ولكن ان شاء الله نخليوها لشي حلقه اخرى ونتكلموا بالتفصيل. الله يكبر بك وشكرا على قبول الدعوه اخي. شكرا لك. سلام. الله يحفظك. الله يحفظك. سلام.